والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم نتكلم حول الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله. سنتكلم حول هذا الأمر إن شاء الله، وسيكون درسين. الدرس الأول حول الكتب عموما، والجمعة القادمة إن شاء الله سنتكلم خصوصا على القرآن بإذن الله تعالى. قالوا برايد عزيز إيرو أمي بحثا أمبيجن ركن بكردي أمبيجن تمل قولون، يعني استون السياج أبا إيماني استون وزاني چه بكردي دقوتن استون سر مالابات قولون، يعني إيمان هاوي كن زانن شش حب قولون استوني وهنه. استون اول ما قلت چیه؟ ایمان به خدا عز وجل رکن اول. اول دو ایمان به ملائکت خدا. اول سه ایمان به کتاب خدا. اما ایرو بحثا کتابا بشکل کی فرا بجن کتاب چنه و حکمتی و خدا عز وجل ام بجن چند کتابا یا چند حبا ام ناغي وان دزانن هفته هاتیک ام الحیات بمنن ام نمرن ام یاب تایبتی سر قرآن خو بسکنن هیکی قرآن خوش نزیک دناس بکن. اورا قرآن کتابا ما یادوی اول کش مرهاتیه. اولا لماذا الكتب؟ الله عز وجل خلق الخلق ولكن لم يتركهم هكذا، لم يتركنا لأنفسنا نتصرف كيف نشاء ونعمل ونأتي بالقوانين كيف ما نريد. فمن رحمته أرسل لنا كتبا حتى يدلنا على ما فيه الخير وما فيه الشر، نعمل الخير ونبتعد عن الشر. الحكمة هذا ولئلا يكون للناس على الله حجة، حتى يوم القيامة الناس لا يقول يا رب لم أدري ماذا، لم أدري أي شيء. فالله عز وجل حتى يقطع الحجة عن الجميع أرسل الكتب حتى يدلنا على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. أولا حكمة كتابات يكتب خدش ما كتابات شنو يعني حكمة أول خدا دمك إنسان درست كر عقل وفكرة كدامه نفس شيطانه كدامه أم إنسان نوك ملائكتانه ملائكة تعبير كلمة قشاش نبجن وكا روبوت سرخيرين، يعني خدا وان شكرية عقلك دايوان أو حتى دمرن يعني ملائكة وكا ما شيطانين عقلوان خرابين عقلوان، ولكن إما بلاكو عقلك ملائكة عقلك شيطاني هي خدا جمرة به كتابة شاندية جبونكو أمرية راس بزانن كي جاب خيره كي جاب خرابه. خدا شحست که خدا شحسنا که ام چه بکن خیرامه سلامتیامه سلامتی مالباتی اوا انسان اوا عالم تیده هیه یا جی خیر دنیا و خیر آخرت دی چه ده هیه. خدا عز وجل لو مجمره کتابا شاندیه. مثلا خدا قرآن داد هین که آیت داد بیجه از پیغمبرات شینم کتابا نصیحت کم سبب بوک روژا قیامت انسان زمان درجی نکن. زمان درجی وزانه چنه بخرخر احتراز کن، يعني زمان درجی اوا معنوی هناك إنسان نبجن يا ربي ده كام چه زنبو من زنبو ميرك زنات که ميرك عراقي بد خو ميرك دزيد که خرابي كاتيد که دروه كيد که شخواد بيقى دروه باشه اگر كيك تنه بجي را بجي اف خرابه نكي اي انسان تسبب زرار بديني بجي يا ربي مام چه زنبو محسوم والله خبرم تنبو اجاج بوني که انسان حجتك وينمينه تبهانك نكه بدستوي روزا قیامت نکر به ورداوی دا دروه کی بکه خودت و از اشتراش پیغمبر بشینم از کتاب اشترا بشینم از الترا نصیحت بکم بجم اف بخیره او یا نبخیره از اشترا بجم داوی از حسابش تبخازم. تدی مثلا دولت دماکو بخازن قانونه کی تشتکی نوا انسان چیکن اولا رقلام اوید کن ده تلویزیون داد قزتا داد ور حاصل رقلام کی دکن و دکن حتی انسان تفه بحثه، يعني خبر انسان چه به احوالات تام راسته داوید بده دکور و مشترا گود خدا جی پیغمبر خو او تبع کتاباتشان داویش بونه کش انسان را بیجه من نصیحت لوکر مرج ورا. طيب ما الدليل على أن الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان؟ هناك آيات كثيرة الله عز وجل يأمرنا ويقول لنا، مثلا من أحد هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يعني الإيمان الله عز وجل يقول آمنوا بالله وبالرسل وكذلك بالكتب، وكذلك هناك آيات أخرى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فكل ركن من أركان الإيمان
هناك آية أو هناك إشارة في القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها بشكل جلي يبين لنا أركان الإيمان، وخصوصا الإيمان كل الأركان موجودة في القرآن. إجا دليل أميرو كتنا زمانك مسلمان هر تشي سؤال كن ما بريابو عقلا يا ما شاء الله هر تشي احتراز كن كاخذت كذا قوتيه أو ما شاء الله مساكين وبنا يعني يك جماعة ما هبو دران مراني دكتورة تفكشاند بو إجا أم تشجرات بجند بي كاخذت كذا قوتيه مجرد كي بريا عاجز بو مجو قاسي كنت احتراز الإمامات كي تل دكتورة بكرة دراني تكاش نذكرن أوقا تدنجي خناك دراني تفكشاند ولكن امام دبجن دسمش تبي کا خودت کدا گوته احتراز کی کرو لمش کا خودت کدا گوتیه ابیا کات کدا هي اما دكتوره دراني تي ساغلام جتاب كشان تقت احتراز نكر تسليم دكتور ابوي ورحصل اجا مسلمان ما مثلا انا انسان ما دركت ندبي کا دلیل کی گوتیه یاجی دلیل هو هي کو ایمان اب کتاباشی خدا گوتیه فرض غلط امام کتابا بینی ایجوان وان انسان مسره وان نشه خدا قرآن دا گوتیه ای کسی که ایمان به خدا بینن، ایمان به پیغمبر بینن، ایمان به کتاب بینن. او ایمان به کتاب دو چند جیادا در باس و چند حب آیت هنه خدا دبی ایمان نابه تسلیم بونجی تسلیم اسلامه یا وقت ایمان باور بکن یقین بکن تسلیم خدای خود بکن ایمان وان تشتهانه بینن خدا نابه وانا توکیج مرا گوتیه دبی ایمان خدا بینن پیغمبری بینن کتابی بینن به ملائکتا بینن و ان آیت مشهوره بلکه برای مسلمان میکو چند جامعه لمشتکن هر دو آیت داوی سورة البقرة آمن الرسول كامد بيجن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من وانتب تو قرآن دا خدای عالم ناوي هونج مرا قوتيه. طيب كيف سنؤمن بالكتب وهل ندري عدد الكتب كم كتاب أرسله الله والتاريخ قديم لا أدري منذ كم مئات آلاف السنين أرسل الله الرسل ومن الأنبياء من نعرفه ومنهم من لم يذكره الله عز وجل في القرآن. كيف سيكون الإيمان؟ العلماء هكذا يقولون نقول نحن نؤمن إجمالا وتفصيلا. إجمالا نحن نؤمن بأن الله قال قد أرسلت بعض الكتب لبعض الأنبياء. نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله إلى رسله نعرف الاسم أو لا ندري فنحن نؤمن كما نؤمن بجميع الأنبياء بدون أن نعلم أسماء الجميع. نحن نذكر أسماء بعضهم 20 23 24 ولكن نحن نعلم هناك رسل كثير الله لم يذكرهم. كذلك نحن إجمالا نؤمن بأن الله أرسل الكتب ولكن تفصيلا قد ذكرها الله في القرآن بعض الكتب. اف ايمان بالكتاب ام چوا ایمان بینن يعني مثلا ما ایمان آنی یاجی ام بجن یا ربی ولا تجمره گوتیه چه عالم دبجن بده شکلام ایمان تینه ده شکل یک ایمانك بعربي بجن اجمالي وبيجا بالجمله توبطان بالجمله يعني ما وكنت ايمان تيني ويكجي تفصيلي ياكب تركي بجن براكنده يعني اف عام چیه ام بجن والله خدا هناكي كتابه شانديه جي پیغمبر را شانديه ام ناوه وانزان به نظام البروبلم مننه ام بجن يا ربي هر كتابه كتا شانديه سرسريمه تشانديه تناوج مرا گوتيه تناوي نگوتيه او ام نزانن ولكن يا ربي اگر تكتبك شان باش پیغمبر خورا ام ناوي زان به نظام ما قبول كريه سرسريمه سرچاومه كرد وصاد بين سرسريمه سرچاومه ما قبول كريه احتراز متنه و یکیش خاطر گفت به اف کتاب ام بجن اوج سرسريمه و سرچاومه يعني بالجمله توبطان جم قبول کن او پراکنده جم قبول کن توبطان يعني بالجمله هر ام بجن خدا کتاب شانديه ام ناوي وانزان به نظام اللورا ام خون زان چند هزار پیغمبر خدا شانديه هر جانان کی روایتنا قال 124 هزار اتكن ولكن بلكي زيادة بلكي كمتر بلجي ورحاصل جناب وانت القرآن ده نابي كان حبايب 24 حب نابي القرآن ده درباس فهي وكيدي امنا نابي وان زانن جكرا هاتنا تشكرنا تشتك نزانن خدا بجا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص دبي ما هنا كاشترى قوتيات القرآن ده نابي وان حياتهم هنا كاش نقوتي يعني نزانن ام جد بجن ام امام تبكي كتاب خدا شانديه كتاب صحيفه بن ورقه بن چبن و امام بيانيه تفصيلا امانهم بجن. الإيمان الإجمالي نؤمن بجميع الكتب ولكن الإيمان التفصيلي الله عز وجل ذكر في القرآن 3 كتب مع القرآن 4 التوراة لرسول الله موسى عليه الصلاة والسلام والزبور لرسول الله داود والإنجيل لعيسى عليه السلام
والقرآن الكريم لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الله ذكر في القرآن: ولقد آتينا موسى الكتاب، وبعد ذلك يقول: التوراة كتاب بني إسرائيل، وأول رسول أتاه الكتاب لبني إسرائيل هو نبي الله موسى، وبعد ذلك الزبور لرسول الله داود، وكذلك الإنجيل كذلك لبني إسرائيل. 3 كتب مذكورة في القرآن لبني إسرائيل، والقرآن لرسولنا محمد وإلى الناس أجمعين. هذا الإيمان التفصيلي. إجا بكردي ما قويا پرکنده یک إجا یک ایک ناوی وان قرآن ده هاتنه خودت بیجه من قرآن من موسى كتابك موسى رشانديه لمثلا یک رابع بیجه کا بنزوار کلمه یا کردی بیجن خودت قرآن ده نگوت یا من تورات دای موسى في كلمه در واس نبيه في كلمه هانه مثلا بیجه من زبور دای داود ابه ما انجيل دای عيسى ولكن به مكتبك دا موسى كتاب داوی که جیدت بجم مد کتاب اسرائیلیا دا کناوی تورات اسرائیل نا اسرائیل حضرت یعقوب اولاد وی دبی او کتاب مشان ناوی تورات ما تورات دا وها گوتبو اویا او کتاب د دوی خدا ناوی گوتی زبور ولقد آتینا داوود زبور او زبور عفوا اخطانا في التعبير وآتينا داوود زبورا ما زبور دا داود زبور ما دا داود اویا خبردان اوه لنقول ما تورات دايوي واما مثل حضرت عيسى دبي وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الانجيل ما عيسى بشتبان پیغمبرانی ما انجیلش دا عيسى اویا خدا گوتیه او داویج قرآن پیروزون خداش حضرت محمد راشاندی صلی الله علیه و سلم اوجی خبردان تنه ایجا مصیبت کادی در کتی اینکه مسلمان ما اویاج استازه پی حسیم یعنی برم نبیست بو یعنی بیا تشتکی نوه دبي كتابك خدا عز وجل حضرت موسى بقرا حتى حضرت عيسى ناوي كتابه تفقه توراة هر پیغمبر خدا كتابه داي كي ناوي كتابه زانيه توراة او توراة هيك او توراة دايا ابيا جنوم بهس يعني بيا تازه معلومات كانوا هاي مجيتنبو راسينها ولكن مع الاسف جاهل ما نودر كتنا بيت تشتد بيجن اما خدا دبيجه من دايا موسى ومن جه پیغمبر اسرائیلی را جه گوت حرمتا بی کتابه هانه بگرن دوی رای هانه بمشن رایوی تعقیب بکن اما جه بی پیغمبر تورات و اویا تورات تشکی ساکن و تنه مثلا حضرت موسی پیغمبر حضرت هارون بریوی یعنی تورات کی جرا موسی تویا بکه هارون تجرا بجبرانه که تشکی ساکن و تنه و حب کاتبو تبکی دوی رای هانه داد شو زبور جهاتیه زبور جه بپرانی کتاب نصیحت دهنه قانون نوت زبور دا پرتنن وك نصيحتانه امجن وك حديث پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام لانجيل هنا كي قانون نو خد جوان رشاند انك تشرح حلال كرين كي حرام كر قانون نو تدا هنا ابياجي ام شكل كي تفصيلي قبول كان وامر اخر الاعجاز من بين هذه الكتب او حفظ الله لهذه الكتب القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ من قبل الله عز وجل لانها معجزة الرسول ولكن سائر الكتب الله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة ولا بالإنجيل فقال لبني إسرائيل احفظوا هذا الكتاب ولكنهم لم يحفظوا أما القرآن فالله تولى حفظه لذلك نحن نرى ونقرأ ونسمع بأنهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل ولكن القرآن غير محرف لم ولن يحرف فكيفان نوابان هرچار قرآن دا كتاباكو أن مازن كي جايه قرآن پیروز ان کتاب مازن دنوا وانا دا اوی کوهاتنه گوهرتن کی جانه قرآن تن ناتیا گوهرتن اوی دی تبات یعنی زیاده کرنا کیم کرنا الگورا کیف اخو معنا لقسنه اف چ موسا چه بیه خدا دم اقوان کتابشان مثلا حضرت موسی معجزه و نه تورات بو یعنی جبونش ملت رابج از پیغمبر خدا ما خدا تورات ندای کی داره کی دابی کی دستی بیسپید بو معجزه وی هنه یعنی حضرت عیسی و خدا وقت گو عیسی جوانا بیج از پیغمبرم نگو بناس پیغمبرم دلیل من و انجیل من هی او نه گو از مریا ساخت کم انسان کورچعبی آن باشت کم انسان نخوش باشت بن اوانا معجزه بون حضرت محمد وقت خدا ویشان علیه الصلاة والسلام گو معجزه من قرآنه داون میرن وکا قرآن کتابه کی بینن نکارم بینن سکن نگو هم نکارم معجزه پیغمبر اوک پیغمبر ویر بکافر را شرط کرد قرآن بو اوید حضرت موسی حضرت عیسی قرآن نبو یعنی کتاب جی نبون معجزه ده نبون
اي داوجي معجزاوي هر تشتي تسبيح تكر حسن دستي ودال هب نرند بون افان تشتي بون يعني تشيا ميا حيوان ميوانه تفر تسبيحه قد تكر والنا له الحديد قد ما حسن جرا ننكر حسن الهب بعد دا زق مرخات تكر جمله عسكريه تكر ومعجزه ليش فربون يعني هناك بيغمبرك امزان لوكيدي امزان معجزه هون كن ابيك نابي اون خدي نغوتيه ور حاصل اوان پیغمبر خدا گو مجوان گوتی های وش کتاب وهبه كتاب وهاي وجهبه ولكن الكتاب اخو خيانتي كرن القرا كيف اخو زيدا كرن كيم كرن ام بين تحريفات يعني تبديل كيم وزيدا كرن اما قران خدي گو قران خمامنه قران ازل خدي درت كبم إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون خدا گو ما قران شانديه ام نايل كاس كي دست خود رجع قران بك اما كتاب دني ملت كيم كر ملت زيدا كر اجا حفتهاتي باذن خدا من سر قران اخو زيدا بسكن حكمه ومزناتياوي وهناك شيء آخر اسمه صحف صحف معناه أوراق قد يكون ورقتين ثلاثة أو أقل أو أكثر فهناك بعض الأنبياء الله عز وجل أرسل لهم صحفا أوراق قليلة معلومات قليلة نصائح قليلة لأنهم لم يكونوا صاحب أمة كبيرة إذا لم يكن لديك أمة كبيرة لا داعي أن يكون لديك كتاب ضخم ولكن لا يوجد أحد يؤمن به ولا يعمل به ولكن حينما أصبح للمسلمين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم للأنبياء أمة أرسل الله لهم كتبا ليدلهم وليرشدهم وبعض الأنبياء أرسل الله له صحفة والمذكور صحف إبراهيم وموسى ولكن سائر الأنبياء نحن لا ندري كم صحف لكم نبي نحن لا ندري كثيرا ولكن نؤمن تفصيلا بأن الله أرسل أو أعطى لبعض الأنبياء صحفا هذا نؤمن به تشتكي ذي ما جو كتاب إجا تشتكي بين صحيفة وزاني شنو صحيفة بل كرديا بجن بل صحيفة أذن يعني كاد قلتن صحيفة نكتبة يعني أذن معنوي إجا خدات قرآن داد بجن ما هناك بيخنبر إج صحيفة داي وأنا كان كتبة قبشوك أمبل كان ورقة كان كاغد ام تماشایش کن اوی کو پیغمبر امت وان پر بن کینگا مسلمان بونه امت کی مثلا پیغمبر امت وان پر به خود جوانا کتاب شانده مثلا حضرت موسی بهزار انسان ایمان پیانی وقت دولت قوی ام بیزن چه کتاب جرا بو ولكن هيك پیغمبر امت وان تنبو یکی ایمانانی بو پنج حنان دی حبانی بو هبون تنبون اجوانا را کتاب نه لازم ایجاب ناکه خدا جارنا جوانا صحیفه شان صحیفه پنج حب ده حب سه حب شش حب شان دو ابانا به اداره بکن مثلا وكا قانون گندکی قانون باجاره که گند را قانون سه حب لازمه زیاده نه لازمه اجبار باجاره را قانون ده زیاده لازمه قانون مالی قانون بلدی نظام به جیران و اوی چه قانون گلکن ای گنده وانا پر نه لازمه لو ما خدا وان پیغمبر که امتی وان تنبون یا جده حب سه حبون سه حب پلاتشان یا جنتشان ولكن کیجا پیغمبر چند حب صحیفه شاندی امویج نزانه تلت قرآن ده آیاته که هید بجا ما صحيح صحيفة دايا إبراهيم جي وأكيد أمزان صحف إبراهيم وموسى صحيفة إبراهيم وموسى أكيد أنا كتاب بيجن زا أف بيغمبر بينش حب أبيا داي حب أبيا شاش حب ولكن شو قصد دايا كي الله أعلم على كل أم إمام تبعك تينن وإن شاء الله ما حفتح خاطي سر القرآن أخو زيدا بساكنا إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته إن شاء الله تعالى أجمعين قدش بيج راضي به